جميل. اول خطوه بعد ما نزلت مصر عملت ايه؟ حاولت ان انا بقى ايه ابدا ان انا ادخل موضوع الاحتراف في مصر يعني. طبعا واجهت صعوبات. لما رجعت هنا مصر كملت لعب وملاكمه ولا لا ابتديت ما تبقى كملتش، كان مدرب ساعتها بقى؟ رئيس النادي الدكتور كمال درويش رئيس نادي الزمالك مم. طلبني، قال لي انا عايزك معايا تمسك هنا الفريق. بقى مسكت رئيس الجهاز في نادي الزمالك. مسكت بقى. اه. حققنا في الاربع سنين اللي انا مسكت فيهم، حققنا 3 جمهوريه، اول جمهوريه مم. واول ابطال الدوري، مم. واول بطوله العربيه لابطال الدوري في الاردن. ما شاء الله. مم. فالحاجات دي ما اتحققتش في نادي الزمالك قبل كده ولا بعد كده. هل نقلت معاك وسائل تدريب مختلفه ولا كان بس هي عقليه في الاداره لا هي مختلفه؟ عقليه. عقليه اداره، اه لكن وسائل التدريب كل متشابهه. واحد ليه مدرسه، مم. كل مدرب عامه ليه مدرسته يعني، او كل نادي ليه مدرسته، او كل بلد لها مدرسه. مم. فقابلت صديق ليا هنا هو نيجيري، اتعرفت عليه هنا يعني، كان مم. بيلعب عندي وبتاع في الزمالك كمحترف. كمحترف هواه، مش محترف محترف. مم. فاتكلمنا في قصه الاحتراف دي. قمنا من القعده اللي احنا قعدناها دي اصحاب قوي مم. قوي قوي، مم. وقررنا ان احنا نبدا مشوارنا في موضوع الاحتراف. طبعا عشان نعمل موضوع الاحتراف، احنا الاحتراف ما بياخدش دعم من الوزاره، فانت مالكش اي صفه في الوزاره. مم. طب احنا هنشتغل ازاي؟ عملنا جمعيه. الجمعيه المصريه اه للمحترف. وده كان بتوجيهات دكتور كمال درويش. عملنا جمعيه اسمها الجمعيه المصريه لملاكمه المحترفين والكيك بوكس، مم. من خلالها ابتدينا نشتغل. مم. طبعا اول بطوله عملناها كانت في نادي الزمالك سنه 2003، كان دعم من نادي الزمالك. عملناها، حققنا نتيجة كويسة جدا. اللاعب بتاعنا كان اسمه أحمد مصطفى، كان بيلعب لاعب تنزاني أمريكي اسمه رشيد ماتوملا، وكانت المفاجأة إن أحمد كسب. ما شاء الله. والحمد لله كانت البداية قوية جدا يعني. واستمرينا بقى في موضوع المحترفين. طبعا مفيش سبونسر معانا، مفيش أي دعم. بس حضرتك دخلت فكره بيع وشراء اللاعبين. بيع وشراء اللاعبين، وإن هم يطلعوا يلعبوا بره ويرجعوا. مم. ما هي فده دي. كان مصدر دخل. ما ده بعد إيه؟ مم. بعد ما عملنا لكل الملاكم سي في، مم. يعني ده عنده 10 ماتشات، ده عنده 12 ماتش، ده عنده 15 ماتش. دايما بناء بنشوف على الماتشات كده، دايما قبل الماتش بيقول لك اه ده كسب كذا ده عمل كذا. بالظبط اه. بناء على السي في ده ما بتاعه كانش موجود الاول. هو بينطلب بره. مم. فانا عشان ابتدي اطلع لعيب بره بعد 20 ماتش، ما عملت 20 ماتش، وال 20 ماتش طبعا كانوا على حسابي يعني. مم. لغايه ما دلوقتي الحمد لله عندنا لعيبه بتسافر وبترجع وعندنا لعيبه بنبيعها والحمد لله يعني. عايز اسالك على نقطه. حضرتك لعبت بره ولعبت هنا، شفت اللعيب المصري واللعيب الامريكي والاوروبي والجنسيات المختلفه. ايه اللي بيميز اللعيب المصري، او ايه نقط القوه اللي عند اللعيب المصري ونقط الضعف اللي عنده مقارنه باللاعبين اللي من دول تانية يعني؟ بص، هو دايما اللعيب المصري حاطط نفسه في مقارنه. بره في دعم، بره مش عارف في امكانيات، بالعكس بره مفيش ولا دعم ولا امكانيات ولا حاجه. انت عندك اللعيب المحترف بتاع في امريكا بيلعب 4 جولات ب 400 دولار، زي ال 400 جنيه هنا، لغايه لما يلعب 6 جولات ب 600 دولار، زي 600 جنيه هنا في الوقت ده. مم. بيشتغل الصبح وبيتمرن بعد الظهر، وفي ناس بتشتغل تاني بالليل، بس هو اليوم بتاعه كله عباره عن ملاكمه. مم. فكره في التدريب اللي هو لسه مخلصه او اللي هو لسه هيروحه كده. عندنا اللعيب هنا اهو، لو كسب ماتش واتنين للأسف بيحس إن هو بقى بطل عالم ومستواه بينزل، يعني نادر لما بتلاقي لعيب هنا هو بيحافظ على المستوى بتاعه أو على الفورمة بتاعته. لا، مشكلة بتقابلنا إن هو لو كسب 3 4 ماتشات ورا بعض أو بطولتين ورا بعض، خلاص حس إن هو أحسن واحد في العالم، وإن مفيش حد دي مساله هيكسبه. عقليه. فهي منتاليتي اللعيب نفسه هو اللي مختلف هنا. على فكره بمناسبه كلمه منتاليتي، كان محمد صلاح اتكلم عن النقطه ديت، حتى ناس كتيره قعدت تتريق او تنتقد، بس حضرتك تاني بتكرر نفس كلمه منتاليتي. ان احنا عندنا دايما حتى سواء على مستوى كره القدم او اي رياضه، دايما اللي بيأخرنا هو فكره المنتاليتي دي، بالظبط. العقليه بتاعت اللاعب بتاعنا. بالظبط. وانا مش عارف يعني طب ايه الحل نقدر ان احنا نعالج القصه دي؟ يعني لا هل ده مثلا هو الموضوع متعلق بالتعليم بالدراسه متعلق بشيء لا ده في معين؟ الجينات نفسها بقى. و- يعني ده عشان تغير الموضوع ده لازم تبدأه من المدرسة وانت لسه مم. صغير، في ابتدائي.
مع ان انت لسه بتتمرن رياضه من صغرك، فدي بتبقى على المدرب نفسه، المدرب والاسره مع بعض، مم. ازاي يحطوا في اللاعب حته ان هو يبقى فايتنج دي، مم. فايتر ان هو ما في يشبعش، الرياضه، فايتر في الحياه، ما فايتر في يشبعش. شغل. اه بالظبط.